الارض مش بالشر، ومش بناس طالعه مش قادره تفكر ولا قادره تاخد قرارات. بالعكس، الناس لازم تبقى عارفه انا اتخلقت ليه وايه هدفي. مش ماشي كده في الدنيا وخلاص. انت مخلوق لاعمار الارض. اعمار الارض يعني تعمل حاجه مفيده للمجتمع وللارض. دور دايما في حياتك انا بعمل ايه. يعني تخيل نفسك كده، انا المفروض انا مثلا عايزه اشتغل ايه. هل الشغل ده هيوصلني للهدف اللي انا حاطه في دماغي؟ انا عايش ليه؟ لو انت مش عارف انت عايش ليه، لازم تحط الهدف ده دلوقتي. عشان لو انت مش حاطط هدف انا عايش ليه، هتلاقي كل شوية بتاخد طريق مختلف عن الطريق اللي انت رايحه اصلا. يعني انا هلاقي ايه؟ الحياة هي اللي ماشياني. انا دخلت كلية طب، فيلا ماشي انا هشتغل دكتور، انا مكمل دكتور، بس انا مش مقتنع ان انا عايزة اصلا اكون دكتور. فلازم تبقى عارف انت داخل اي حاجة. انا الجول بتاعي قدامي، انا عايش ليه؟ عايش لاعمار الارض. طيب انا وانا بشتغل الشغلانة دي، هل انا كده بعمر الارض؟ بعمل حاجة كويسة ولا لا؟ هل انا بعمل حاجة وحشة؟ هل انا عارف اكمل؟ هل انا وانا بزود معرفتي في التوبيك ده، هل ده نحو هدفي الاساسي ولا لا؟ لو مش نحو هدفي الاساسي يبقى سيبه. ما انا مش لازم ازود معرفتي في حتة انا اصلا بتوقعني بتبعدني عن هدفي. مش مهم. مش لازم وانا ماشي الاقي ناس عمالة بتتنمر عليا، زي الاستاذ طلع هو ده والاتنين واحد. مش عارفة حضرتك اللي مصر ان انت تلغي لي الصفحة. انا عايزاك تلغي لي الصفحة والله. انا عايزاك تلغي لي الصفحة. جرب كده تلغي لي الصفحة. ليه بقى؟ لان انا قدامي هدف. فكل اللي حواليا مهما قال ومهما دخل ومهما قال هيعمل ايه، مش مهم بالنسبة لي. انا هدفي